يا دكتور عندنا حبة أسئلة كده حابين نسألها لحضرتك. اسألي يا ستي. فينير ولا طرابيش؟ لو ينفع الاتنين اكيد فينير، عشان احنا بنبرد في الفينير اقل كتير. طيب تركيبة ولا زراعة؟ قولا واحدا زراعة. يعني لو انا ينفع لي ده وده اكيد زراعة، اكيد زراعة. طب لو عندي الأسنان الأمامية راكبة فوق بعض، الأحسن أعمل تقويم ولا طرابيش؟ بصي، هو الحل الاساسي للمشكلة دي هي التقويم. ماشي. الطرابيش بنرجع لها بس لو انا ما عنديش وقت، يعني حد مسافر مثلا ما عندوش وقت، لان التقويم بطبيعه الحال بياخد وقت طويل، بيوصل لسنه وسنتين. فالحل الاساسي والصح هو التقويم. لكن لو ما عنديش وقت ممكن ارجع للطرابيش، وان كنت انا ما بحبسش الحل ده خالص يعني. طيب التبييض الأحسن بيبقى كيميائي ولا ضوئي ولا ليزر؟ طيب بصي، الكيميائي ده نستبعده خالص. تمام، ده اسوأ نوع من انواع التبييض. عندنا الضوئي وعندنا الليزر، الاثنين دول كويسين. الضوئي نتيجته احسن بس السنسيتيفيتي فيه اعلى من الليزر. الليزر نتيجته اقل شويه بس السنسيتيفيتي فيه اقل كتير، او الحساسيه يعني اقل كتير. تمام. لو عندي بقى ضرس مكسور جامد وصعب في الحشو، يعني أحشيه الأحسن ولا وأركب طربوش ولا أخلع وأزرع؟ بصي، هو قولا واحدا طول ما انا قادر احافظ على اللي خلقه ربنا ده احسن حاجه. مادام هو ينفع ان انا احاول فيه واحشيه واحط دعامه وابنيه واحط طربوش، ده احسن حاجه. الضرس اتصاله بالعظم وبالانسجه اللي حواليه احسن من اي زراعه، واحسن من اي تركيب، واحسن من اي حاجه تانية خالص. لكن لو هو هوبلس مفيش منه امل، يبقى خلاص بنخلع ونزرع. ده بيبقى احسن حاجه ممكن. تمام يا دكتور.